النقطة دي مهمة قوي، عشان النقطة دي في ناس تيجي تقول لا أنا دايما ضغطي عالي وبيسكتوا ويقول لك واخد الضغط ومفيش فايدة. ده هو أنت بتاخد الأدوية. إيه؟ هو ده فيه 10,000 دواء ضغط بالظبط. فأنت روح للدكتور، يعني أنت ما تفقدش الأمل عشان أنت عايز تفقد الأمل، يعني روح خد دواء تاني. وفيها إيه لما تتابع عشان بس خاطر تظبط النقطة المهمة اللي هي الضغط العالي. طب معانا اتصال بقاله فترة، معلش يا دكتور. أستاذة حنان، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش حقك علينا، بس في حاجات. لا ابدا يا حبيبتي. اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال الدكتور، انا عندي ضربات قلبي بتزيد فجاه. ايوه معاكي، كملي ولا خلاص كده؟ بتزيد فجاه ما بكون شغاله او عامله حاجه، بقف وبقعد ببذل مجهود في البيت بحس ان عندك كام سنه يا استاذه حنان؟ عندي 52 سنه. عندك ضغط او سكر؟ ضغط عالي حضرتك. تاخدي ايه للضغط؟ كونكور عادي. لا ما هو المفروض بيقلل او يعني بيظبط ضربات القلب الى حد ما. بصي انا هقول لك حاجه، هو طبعا انت لازم هتعملي رسم قلب وهتعملي موجات صوتيه على القلب عشان نشوف في صمام، في شريان تاجي، في كذا في كذا. هل ضربات قلبك قد ايه دلوقتي في الطبيعي كده؟ طيب بعدين انت قلتي عندك اي سؤال وصف مهم جدا اللي هي بتيجي فجاه وتروح فجاه. دي غالبا يعني حاجه مرضيه، يعني لان الضربات العاديه بتيجي مع المجهود وتروح لما ارتاح. اللي بتجيلي فجاه وتروح فجاه دي حاجه لازم تتشاف. طيب هل الحاجه دي بتؤدي بيكي الى ان انت تفقدي الوعي او ان انت هتقعي من طولك او مش قادره تستحملي، الدنيا اسودت قدام عينك وهتقعي ولا لا؟ فهو هنا هنعمل ايكو ورسم قلب. لو ما طلعش فيهم حاجه واضحه هتعملي حاجه اسمها هولتر 48 ساعه، ان انت تعملي في جهاز كده بيشوف ضربات القلب 48 ساعه عشان نحدد نوع الضربات دي، وبناء عليها بنحدد ايه اللي بيحصل. طبعا في بعض التحاليل زي الغده الدرقيه، الانيميا، لو انت عندك ضغط اعملي كلى برضو، الكوليسترول طبعا عشان نكمل بقيه الريسك فاكتور بتاع الشرايين التاجيه، و52 سنه يعني ممكن تيجي. هل بيجي لك وجع ولا بيجيلكيش في صدرك؟ هل بتنهاجي ولا مش بتنهاجي؟ كل ده هناخده على بعضه كده ونبدا ان احنا نشوف الضربات قلب. ضربات القلب دي ليها علاجات، ليها يعني في مثلا لو غده درقيه نعالج الغده الدرقيه، لو مثلا انيميا هنصلح الانيميا، لو حد عنده حساسيه على صدره بياخد ساعات موسعات الشعب الهوائيه بتعمل ضربات قلب سريعه، ساعات النقص الاكسجين، مش ساعات، نقص الاكسجين اكيد هيعمل ضربات قلب سريعه. فالحاجات دي لو احنا عالجناها هتخف. افرضي بقى طلع حاجه في القلب نفسه نعالجها، افرضي طلع حاجه في كهربه القلب، في قسطره كهرباء بترسم مسارات الكهرباء وبتقدر تعرف النقطه اللي مزعلاكي ايه وبتعالجها تحت امرك. طب دكتور احمد معانا اتصال من استاذه نور. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك.